بتتردد كتير ومش عارف تاخد قرار. للأسف في الزمن اللي احنا فيه في ناس كتير قوي مش عارفة تاخد قرار من كتر التشتتات ومن كتر التخبطات اللي بيمر بيها ومن كتر الآلام اللي مر بيها قبل كده، فمش قادر ياخد قرار. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا صلاة الاستخارة، وفي صلاة الاستخارة احنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يلهمنا الطريق الصح لو كنا محتارين في حاجة مش عارفين نقبل. لكن في حياتنا اليومية احنا بناخد اكتر من 10 15 20 قرار، من القرارات الصغيرة والقرارات المهمة. فانت حاول تعود نفسك تاخد قرارات سريعة وركز مع النتائج بتاعتها. شوف نتيجة القرار بتاعك، لو قرارك ده في النهاية وصلك لحاجة كويسة اعرف الأسباب ديت عشان تستخدمها فيما بعد، ولو كانت النتيجة عكسية وكنت اتضررت بأي حاجة ادرس الحاجات دي كويس قوي عشان تحط عليها علامات فيما بعد لما تيجي تاخد قرار شبه ده ما تقعش فيها تاني. المهم انك تاخد قرار، لان في اللحظة اللي بتتخلى فيها عن اتخاذ القرار انت هنا بتدي مفتاح لغيرك ان ياخد القرار مكانك.